بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديد. تعالوا ما نعمل أكلة جميلة كده. زهقنا من الجمبري نعمله مقلي مشوي، نحمره، نعمله كفتة جبيبة، نعمله كده. تعالوا نعمل حاجة تانية جديدة كده، نعمله صينية النهاردة، وأنا بعمله بقى بطريقة جميلة كده ما شاء الله تعجبكم والله يا حبايبي. معانا 3 شدات كزبرة وبقدونس وشبت، وطبعا الجمبري بجيبه متقشر كده في العلب دي، وهو وسط مش هقول لكم ده جنبه، لا الوسط. ومعانا البهارات اللي انتوا تحبيها، كزبره، كمون، فلفل، ورق لورا، شويه بابريكا. ومعانا حبيتين بطاطس برضو متقشرين مكعبات او حلقان. ومعانا طبعا طماطم، صلصه تقيله حلوه. طيب هنجيب بقى معانا بقى الحبيتين البطاطس قشرناهم وجهزناهم كده. ومعانا برضو بصلتين الوسط دول هنقطعهم مكعبات صغيره كده، ونحط البهارات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لي كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل باذن الله. طيب جبنا البصله دبلناها مع القرن الفلفل الحراق، وقرن رومي كده حلو كده حراق او عادي حسب ما انتوا بتحبهم. وحبايبي هندبله كده، وندبل البطاطس معاه كده برشه ميه بسيطه كده عشان البطاطس تستوي، لان الجمبري طبعا ما بياخدش سويه. ماشي. طب البطاطس خشت في السويه بتاعها، نزلنا عليها بالجمبري، خد غلوه واحده كده، ورجعنا نزلنا بقى بالخضره بتاعتنا الجميله المشكله ديت. ومعانا بتاع نص راس توم كده مدقوقه مفرومه ناعم، ونزلنا عليها في الاخر خالص يا حبايبي عشان تبقى ريحتها حلوه كده، والصينيه بتاع الجمبري بتاعتنا تبقى طعمها جميل كده. في الاخر خالص ننزل بالثوم، اخر حاجه الخضره والثوم. وكمان هنضيف يا حبايبي نص معلقه سكر عشان نعدل الحموضه بتاعه الطماطم. ماشي. لو انتوا حابين ما تعملوهاش ببطاطس، انا بحب اعملها بطاطس عشان ما تبقاش حاميه في الحر ده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ماشي يا حبايبي. بعد كده هتبقى ما شاء الله مستويه، مش محتاجه الا بس ندخلها الفرن نديله لون كده من وشها جميل كده. ويا رب الفيديو ده يعجبكم النهارده يا حبايبي.